مش هتتخيلي ابدا الكاندي هو سهل وسريع قد ايه. كيسين من الجيلي على شويه جيلاتين على شويه من السكر هتطلعي الجمال ده كله. شفتوا المطاطيه بقى والالوان والاشكال الحلوه اللي فيه. نبدا على طول ونقول بسم الله. بصوا بقى شكله خطير قد ايه. بصوا كل الاشكال وكل الالوان هتلاقيها في الكاندي الحلو ده. في البدايه خالص انا جايبه القوالب السيليكون الحلوه دي، بتجيبيها من اي محل بتاع مستلزمات ادوات منزليه، وتروحي حاطه فيها الستيكس دي. لو انت هتعملي اللي هي بيكون حجمها كبير، الكاندي اللي بيكون حجمه كبير شويه وبيكون على كبير، الكاندي اللي بيكون حجمه كبير شويه وبيكون على شكل الايس كريم كده زي ما انت شايفه، تحطي فيه العصيان الستيكس دي. وبعد كده او القوالب التانية اللي هي بتبقى قطع صغيره زي فيها ارنوب ودباديب وورد وقلوب وحاجات حلوه، هنبدا بقى ندهن كل القوالب السيليكون دي بمسحه زيت خفيف. ما تكتريش الزيت وما تبالغيش فيه، هم هاتي شويه زيت كده في كوبايه صغيره ولا في طبق صغير، ومسحه فرشه كده على كل القوالب بتاعتك. انا جايبه جيلي مشمش، جيلي مانجا، جيلي فراوله، جيلي اناناس. طبعا هاتي بقى ما يحلو لك. لو بتحبي التفاح هاتي جيلي تفاح واعملي لهم احلى كاندي. حطي بقى كيس الجيلي بالشكل ده في اي بوله عندك او في اي طاجن كده زيي. وبعد كده نزلت على طول بثلاث معالق مليانين صغيرين من الجيلاتين ومعلقه ونص من السكر، والسكر ما تزودهوش عن معلقتين. هنبدا بقى نحط على الخليط الحلو ده كوبايه الا ربع من الماء المغلي، ولازم الميه تبقى غلت وغلت كويس جدا كمان. قولي بقى بسم الله وقلبي الخليط الحلو ده كويس جدا. طبعا لو انت بتحبي السكر كتير او الحاجه تكون مسكره ومش لازعه، هتحطي معلقتين من السكر. لو انت بتحبي الحاجه فيها سنه لزعان كده زي اللي بنشتريه من بره، هنبدا نحط معلقه واحده بس من السكر او معلقه وربع تقريبا من السكر. بعد ما تقلبيه، لو انت قلبتيه كتير ولسه ما دبش بنسبه 100%، صفيه بمصفى كده علشان اي حاجات تقيله معاكي ما دبتش تبدا انها تطلع في المصفى ونتخلص منها. هنجيب بقى سرنجه كده حلوه وتغسليها كويس طبعا، وبعد كده سرنجه قطاره معلقه كده، ونبدا بقى نملى القوالب الحلوه دي. طبعا انت بتحطي كل القوالب جنبك في صينيه كده كبيره او في عدد من الصواني كبار حواليكي، وبعد كده تمليهم كلهم بعد ما يعني هتتخلص كل اكياس الجيلي اللي احنا جايبينها، وبعد كده ندخلهم كلهم مره واحده في التلاجة. ذكر النهارده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طول الفيديو ما تنسيش تقولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كيس جيلي بقى مش بيكون طعمه لاذع كده وخطير. حطيت عليه 3 معالق من الجيلاتين، معلقه ونص من السكر الحبيبات طبعا معالق صغيره، وبعد كده كوبايه الا ربع من الماء المغلي وقلبيهم الاول كده اهو. بعد كده حطي كوبايه الا ربع من الميه المغليه بعد ما تقلبيهم كده الاول قبل ما تحطي الميه. وبعد كده على طول في سرنجه بقى كده اهو، بعد ما تتاكدي انه داب تماما، سرنجه بقى كده اهو نبدا على طول نحط في القوالب بتاعتنا. طب لو انت ما عندكيش قوالب هتعملي ايه؟ هنجيب كيس ثلاجه عادي جدا ونحطه في اي صينيه، وبعد كده نروح دهنين ودهنتين زيت حلوين حلوين كده ومحترمين، وبعد كده نروح صابين بقى الكاندي اللي احنا عاملينه الحلو ده اللي هو بالجيلي بالراحه خالص. ولما يبرد تماما هنبدا نقطعه شرايح طويله. ساكته ليه بقى تقريبا دقيقه في الفيديو او اقل؟ عايزاكي تفضلي تقولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصي لازم تثبتي اي قوالب عندك. هنا بقى تعالوا نعمل جيلي كولا او كاندي بطعم الكولا. ده بيج كولا طبعا منتج مش مقاطعه. جبت كوبايه الا ربع منه، حطيته كده في اي طاسه عندي، عليهم معلقتين وربع كبار من الجيلاتين. الجيلاتين ده بتشتريه من عند العطار. قلبيه كويس جدا. حابه تحطي سكر حطي، انا بصراحه ما حبيتش ان انا احط السكر فيه. قلبته الاول على البارد وبعد كده رفعته على النار. اول ما يغلي معاكي كويس ابدأي على طول طفي النار بتاعتك، وابدأي على طول حطيه برده في السرنجه كده او في القطاره او بمعلقه، وابدأي على طول حطيه في القوالب بتاعتك الحلوه. بصوا بقى اللهم بارك، انا سبته ليله كامله في التلاجة، بيطلع بسهولة جدا ولا واحدة اتقطعت ولا الكلام ده. وكل واحدة عايزاكي كمان لما تملي القوالب السيليكون بتاعتك تمليها لاخرها، لان يعني خليها كده ايه كلها كده بحيث ان هي تبقى قطعة مليانة، علشان لو انتي رفعتيها بزيادة وحطيتي نقطتين في كل اسطمبة من السيليكون، هتيجي تطلعيها مش هتطلع وهتتقطع معاكي تفاديا بقى. فانتي امليها كده زي ما انتي شايفة. بنحتفظ بيه في التلاجة كيس او برطمان في التلاجة وبس كده، وبألف هنا.